كلنا فايتنا شفنا داك الشخص المحبوب والناس كامله كتبغيه وكيعجبهم يبقاو معاه ويتقربوا منه، وحتى انت كتبغي تكون في حاله والناس تبغيك وتقرب منك، ولكن ما كتعرفش كيفاش. ولا فاش كتبدا النظره طول كتدخل شي بلاصه جديده كتشوف الناس كاملين داروا صحاب ومجموعين بيناتهم، وكتبقى غانتي بوحديتك وكتقول مع راسك علاش الناس ما كيبغيوش يتقربوا مني. فإلا كنتي كتشوف هذا الفيديو فعرف بلا راه عندك واحد الزر اللي كبير، والحاجه الوحيده اللي نقدر نوعدك بها هي ملي غادي تسالي هذا الفيديو غادي تولي عارف كاع داكشي اللي خاصك دير باش تخلي الناس تقرب منك وتبغيك. وكتكون اول حاجه اللي تقدر تستعملها، واللي الصراحه كنشوف بزاف ديال الناس كيديروا فيها اخطاء وكتقلب ضدهم، واللي هي تمدح الناس. ولكن الخطا اللي كيديروا بزاف ديال الناس هي انهم كيقولوا شي حوايج اللي كيكون هذاك الشخص سامعهم اكثر من 100 مره في ذاك النهار، وما كيكونش عندها شي تاثير اللي كبير. مثلا شي واحد اللي عينيه زورق فراه باينه باللي كيسمع كل نهار كيفاش عينيه زوينين، وغادي تجي انت وتقولها له فراه اوتوماتيكمون غادي تكلاص مع دوك الناس، وما غاديش يكون عندك واحد التاثير اللي كبير. وواحد الحاجه اخرى الناس كامله كتبغي الناس تمدحها، ولكن انت مدحو بشي مجهود اللي دار. مثلا رسم ولا دار شي حاجه غادي تقول له عجباتني ولا كيفاش درتي ليا، غادي تخلي واحد الاثاره عنده. وهذا الشيء ما فيه والو من غير انك كتخلي داك الشخص يحس بواحد الاحساس اللي زوين. وشي مرات كيكون شي صداقات اللي كيطولوا العمر كامل غير بسبب بحال هاد البلانات. وثاني حاجه كتكون هي عقل على الاسماء ديال الناس، مابقى تعيط لكل واحد بسميتو. ما تصورش شحال مهمه هاد النصيحه. حنا كبشر كنبغيو سميتنا بزاف لدرجه اننا كنبغيو الناس الاخرين يعيطوا لنا بسمياتنا، وهاد الحاجه الصغيره كتخلي واحد العلاقه اللي مزيانه بيناتكم. وما تبقاش تقول بحال هذيك فين خويا بحال هادشي، ديما عيط للناس بسمياتهم. خاصه الا كنتي في شي بلاصه اللي فيها بزاف ديال الناس وعيط لك شي واحد بسميتك، راه كتعطيه 100% من التركيز ديالك، وفي نفس الوقت كتحس بواحد الشعور اللي زوين. وإلا كنتي دايما كتنسى سميات الناس اللي كتعرف، نعطيك واحد الحل بسيط بالزربه. في المره الجايه فاش يقول لك شي واحد سميتو عاود قولها. مثلا السلام انا سميتي ايوب، قبل ما تقول اي حاجه اخرى قول متشرفين اخويا ايوب. عاد قول هذاك الشيء اللي كنتي باغي تقول، وبهذه الطريقه غادي تقدر تعقل على الاسماء ديال الناس اللي كتعرف. وثالث حاجه كتكون هي انك ماشي ضروري خاصك تكون متكامل باش تخلي الناس تبغيك. كاينين شي ناس كيسحاب لهم باللي الا لبسوا اللباس الغالي وبانوا واعرين راه يبغيو الناس يتقربوا منهم، ولكن المشكل الكبير انه كيطلع العكس تماما. حيت الناس كيلاحظوا فاش كتكون كتمثل شي حاجه اللي ماشي انت، شي حاجه اللي ماشي انت في الاصل، وهادشي كيعطي واحد الانطباع خايب عليك بزاف، وغادي يبعد الناس وماشي غادي يخليهم يتقربوا. وما تخافش انك دير الغلط، حيت الاغلاط واحد الحاجه اللي عاديه واي واحد فينا كيغلط. المهم هو تكون على طبيعتك ماشي تكون كتمثل. وتكون رابع حاجه هي انك تكون متفائل وايجابي. ديما في شي جروب كنلقاو داك خونا اللي ديما مبتسم وديما ايجابي وكتهضر معاه كتحس بالحياه وكتحس بلي كلشي مزيان. وهذا الشيء كنلقاو راسنا متقربين منه وما عارفينش علاش. كنبغيو نتقربوا منه حيت ديما متفائل وما عمر تلقاه كيشكي على شي حاجه ولا كيغوت بلا سبب. ودراسات تبينوا ان الانسان كيأثر على الانسان الاخر غير بالمشاعر ديالو والهضره ديالو. فإلا كنتي ديما معاشر مع شي شخص اللي سلبي فغادي يأثر عليك بالسلبيه، والعكس صحيح. الا كنتي مع شي واحد اللي ايجابي غادي تاخذ الايجابيه. وخامس حاجه كتكون هي انك تخلي الناس تهضر وتعبر على راسها. شي مرات كتكونوا في شي جروب كتهضروا على شي موضوع حتى كيلقى شي واحد وكيقاطعكم بالافكار ديالو، كيسحب ليه باللي هكا غادي يلقى الانتباه ديال الناس، ولكن هذاك الشيء كيرجع عليه بالعكس والناس ما كتبقاش تحملو. حنا عارفين باللي كلنا كيعجبنا نهضروا على راسنا، ولكن خاصك تعرف واحد الحاجه باللي حتى الناس الاخرين كيعجبهم يهضروا على راسهم. وفاش كتخلي بنادم يهضر ويعبر على راسو وفي نفس الوقت انت كتسمع له مزيان، فراه كيحس بواحد الشعور اللي زوين وما كيتنساش بسهوله. وهادشي خاصو شويه ديال التدريب. المره الجايه فاش تحس براسك دويتي بزاف حاول تسكت وتخلي الناس الاخرى تعبر على راسها. ولا الا شفتي الشخص الاخر ما منفتحش معاك وما مرتاحش كيبان لك، حاول تسول اسئله على داكشي اللي كيعجبو. مثلا هو كيعجبو المسلسلات، سول على افضل سيري عنده ولا شي حاجه اللي بحال هكا، وقول له اين حلقه اللي عجبتك في هذاك السيري. وبحال هكا تقدر تبقى تجبد معاه المواضيع لاقصى حدود. وهادشي تقدر تطبقو على بزاف ديال الحوايج اخرين ماشي ضروري غير المسلسلات. وإلا كنتي وصلتي معايا حتى لهنا نتمنى تكون استفدتي معايا شي حاجه من هذا الوقت اللي دوزتي معايا. نتلاقاو في فيديو جاي.